بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت اول مرة تشوفنا، دي قناة موسوعة تراخيص المرور، بنهتم فيها بالرد على اهم اسئلة واستفسارات حضراتكم الخاصة بتراخيص المرور في مصر. لو المحتوى يهمك تابعنا للنهاية واكيد هتستفيد. انا في المهنة في البطاقة تاجر، وعاوز اطلع رخصة قيادة مهنية في ايه الاجراءات المطلوبة وبالنسبة للتأمينات وبالنسبة للمرور. فبنقول اول حاجة حضرتك بتكشف كومسيون طبي في المرور، حددت جلسة، كشفت كومسيون، تابعنا اللياقة الطبية أو الصحية لاستخراج رخصة قيادة مهنية، معاك شهادة الجيش، معاك المؤهل الدراسي، معاك فيش وتشبيه موجه للمرور، بتقدم في مدرسة تعليم القيادة وتخش الاختبار، نجحت في الاختبار بتاخد شهادتين بيانات، واحدة للتأمينات الاجتماعية وواحدة للنقابة العمالية. النقابة العمالية بتشترك فيها أو بتسدد الاشتراكات بتاعتها وتجيب منها جواب. النقابة العمالية زي إيه؟ زي نقابة العاملين بالنقل البري أو نقابة السوية. طيب التأمينات الاجتماعية، حضرتك مؤمن عليك بوظيفة صاحب عمل أو صاحب محل بقالة أو صاحب سوبر ماركت. فالمهم التأمينات بتعمل لك تسوية، بنكتب في شهادة البيانات اللي هتروح التأمينات إن المذكور تقدم لاستخراج رخصة ثالثة لأول مرة، والرخصة ديت بتبقى سارية لمدة 3 سنوات من تاريخه. التأمينات بتعمل لك تسوية وبتدي لك برنت تأمينات بتذكر فيه ان حضرتك مؤمن عليك صاحب نشاط. بترجع المرور تسلم شهادتين البيانات بتاعت التأمينات والنقابة، وتتصور وتاخد تصريح مؤقت ب3 شهور لحد ما تغير المهنة سواق. غيرت المهنة سواق بترجع المرور تسترد او تاخد الباقي 3 سنين في الرخصة المهنية. طيب انا عاوز احتفظ بالمهنة تاجر مع المهنة سواق، بنقول الاثنين يعتبروا عمل حر، سواء سائق مهني حر او تاجر او صاحب محل او صاحب نشاط، الاثنين عمل حر، وبالتالي بينكتبوا الاثنين في البطاقة، سائق وتاجر او سائق وصاحب مكتب مواد غذائية او صاحب سوبر ماركت او كده. معايا رخصة مهنية منتهية من 2017، عاوز اجدد الرخصة. فايه اللي بيتم؟ لان انا كنت مسافر خارج مصر، والوضع بالنسبة للتأمينات بيكون ايه؟ فبنقول حضرتك بتاخد شهادة بيانات من المرور الموجهة للتأمينات، بنذكر فيها بيانات الرخصة المهنية وتاريخ استخراجها، وان الرخصة لم تجدد من سنة 2017. التأمينات بتعمل لك تسوية وبتسدد 3 سنين جديدة في تأمينات اجتماعية. طيب المدة القديمة، بالنسبة للمدة القديمة يا ريت لو التأمينات خدت فلوسها منك يبقى مصلحة او حاجة نافعة بالنسبة لك انك تقدر تستفيد بيها في المعاش. يبقى التأمينات عن المدة السابقة الافضل انك تدفعها، او يا ريت تدفعها علشان تستفيد بيها كمدة تأمينية بعد كده لما تيجي تقدم على المعاش تستفيد بيها، هتنفعك هتفيدك. انما بتدفع ال3 سنين القادمة عشان تقدر تجدد الرخصة. دلوقتي انا كنت سواق في الجيش وكان معايا رخصة عسكرية وعاوز اطلع رخصة مهنية، فبنقول قبل شهر 3/21 كان في حاجة اسمها نموذج 52 سين اللي هو الخاص بالرخصة العسكرية. النموذج دوت كان بيرسل من السجلات العسكرية للمرور، وبموجبه تقدر تطلع رخصة مهنية بدون اختبار فني في القيادة وبدون اشتراك في مدرسة القيادة. بعد 21 او بعد شهر 3/21 بيانات الرخصة العسكرية بقت مذكورة كلها في ظهر شهادة الخدمة العسكرية، تاريخ استخراج الرخصة، تاريخ الكشف الطبي، تاريخ انتهاء الخدمة، كلها دلوقتي مذكورة في شهادة الخدمة العسكرية. طب انا كنت قبل كده سواق في الجيش، بس الكلام ده من فترة اكتر من 10 سنين. فبنقول هتروح المرور الاول تسأل على نموذج 52 سين، النموذج موجود، بتقدر تكمل اجراءات استخراج الرخصة المهنية وتقدم على الرخصة وتطلعها بدون اختبار في القيادة وبدون اشتراك في مدرسة القيادة، طالما نموذج 52 سين لسه موجود في المرور. طب النموذج ده مش موجود في المرور، ايه اللي بيتم؟ حضرتك معاك شهادة الجيش، معاك بطاقة الرقم القومي، بتطلع على السجلات العسكرية وتطلع بدل فائد لنموذج 52 سين. من غير النموذج دوت مش هتعرف تطلع الرخصة المهنية من غير اختبار. يبقى انا دلوقتي لو في نموذج 52 سين بيعفيني من الاختبار الفني في القيادة والاشتراك في المدرسة. النموذج دوت مش موجود او ما قدرتش تحصل عليه، لازم هتشترك في المدرسة
وتدخل اختبار الفني في القيادة عشان تقدر تطلع الرخصة المهنية بتاعتك. الرخصة المهنية بتطلع بعد قد ايه؟ فبنقول الرخصة المهنية عشان تعملها ممكن تاخد منك من اسبوعين لشهر علشان تقدر تطلع الرخصة المهنية. بتبتدي الاول بالكشف الطبي او الكوميسيون. بتحدد الكوميسيون ازاي؟ معاك صورتين شخصيتين لحضرتك، معاك صورة بطاقة الرقم القومي بتقدمهم للمرور. موظف المرور او موظفة المرور بتحدد لك اقرب جلسة للكشف الطبي. كشفت طبي، معاك الفيش والتشبيه، معاك شهادة الخدمة العسكرية، معاك اصل المؤهل الدراسي. بتقدم على مدرسة القيادة وبتخش الاختبار الفني. نجحت في الاختبار الفني بتاخد شهادتين بيانات تأمينات ونقابة تسددهم وترجع المرور تاخد تسريح لحد ما تغير مهنة سواق. غيرت مهنة سواق بترجع المرور تسلم التسريح وتاخد رخصة باقي 3 سنين. دلوقتي انا معايا رخصة مهنية، عملت الرخصة وقف وعاوز استرد الرخصة دلوقتي لان انا محتاجها. فايه الاجراءات اللي بتتم؟ فبنقول حضرتك استغنيت عن الرخصة المهنية او سلمت الرخصة المهنية نظرا لظروفك، ظروف شغل، ظروف تأمينات، ظروف سفر، المهم سلمت الرخصة للاستغناء عن الترخيص. عاوز ترجع الرخصة تاني، فبنقول ينفع الرخصة ترجع بدون اختبار فني، بس في الحالة ديت بتعمل نفس الإجراءات كلها تاني من أول وجديد ما عدا الاختبار الفني. الاختبار الفني أنت اختبرت مرة قبل كده وكان معاك رخصة مهنية. طيب بتعمل إيه؟ بتحدد جلسة كوميسيون في المرور بتاعك. تروح للمرور، الموظف بيحدد لك الجلسة، بياخد منك صورتين، صورة البطاقة أو بطاقة الرقم القومي، وبتعرفه انك كان معاك رخصة مهنية واستغنيت عنها وعاوز تجددها. بيبعتك للكوميسيون الطبي في الميعاد المحدد عشان تكشف. كشفت تبين اللياقة الطبية لتجديد الرخصة المهنية. طبعا كل حاجة موجودة لسه في الملف، شهادة الجيش، المؤهل الدراسي. فبتعمل فيش وتشبيه والكوميسيون الطبي يكون ورد المرور وتاخد شهادتين بيانات تأمينات ونقابة. التأمينات بنقول والله ان المذكور دوت مع رخصة مهنية كان سلمها للاستغناء عن الترخيص وتقدم للتجديد لمدة 3 أعوام قادمة من تاريخه. في الحالة دي التأمينات بتعمل لك تسوية وبتدفعك ال3 سنين الجديدة بتاعة الترخيص أو بتاعة تجديد الترخيص. والنقابة العمالية بتقبل منك الاشتراكات أو بتسدد الاشتراكات وتجيب شهادتين أو ما يفيد السداد. بتجيب الشهادتين تأمينات النقابة وترجع المرور، بيديلك تصريح مؤقت لمدة شهر لحد ما تغير المهنة أو ترجع المهنة سواق تاني. غيرت المهنة سواق ترجع تاخد الرخصة بباقي ال3 سنين المقررة للرخصة المهنية. أنا معايا رخصة مهنية درجة تانية. الرخصة ديت كنت مسافر، حاليا انتهت، مش محتاج الرخصة المهنية ومحتاج أطلع رخصة خاصة تاني. في أي مطلوب؟ هل بمتحن تاني؟ بقدم الرخصة الخاصة ولا ايه الوضع بالظبط؟ فبنقول حضرتك معاك بطاقة الرقم القومي، بتروح المرور. حتى لو حاولت تطلع رخصة خاصة جديدة لأول مرة، مجرد ان موظف المرور ما بيضرب الرقم القومي بيلاقي حضرتك معاك رخصة قيادة مهنية. بتطلع على نيابة المرور تعمل شهادة المخالفات، ترجع المرور معاك شهادة المخالفات، معاك الرخصة القديمة، بتاخد شهادة بيانات علشان تقفل ملف الرخصة المهنية في التأمينات. شهادة البيانات دي مكتوب فيها ايه؟ يبقى مكتوب فيها تدرج الرخصة ان المذكور فلان الفلاني يحمل رخصة مهنية رقم قومي كذا صادرة بتاريخ كذا وانتهت بتاريخ كذا، والمذكور تقدم للاستغناء عن الترخيص بتاريخ اليوم. قفلت الملف في التأمينات، بترجع المرور تطلع الرخصة الخاصة. طيب انا بختبر تاني بعد ما سلمت الرخصة المهنية وشهادة المخالفات وقفلت الملف في التأمينات. طبعا الرخصة المهنية أعلى من الرخصة الخاصة، وبالتالي ما بتمتحنش تاني في الاختبار الفني علشان تطلع الرخصة الخاصة. بنكتفي بالاختبار الموجود بتاع الرخصة المهنية لأن الرخصة المهنية أعلى من الرخصة الخاصة. يبقى عشان أستغنى عن المهنية وأطلع خاصة مفيش امتحان تاني على عربية المرور أو على الاختبار للرخصة الخاصة. حبيت في المستقبل بعد كده أطلع الرخصة المهنية تاني، زي ما قلنا نفس إجراءات استخراج الرخصة المهنية لأول مرة ما عدا الاختبار الفني. يبقى في جميع الأحوال ما بختبرش في القيادة تاني، لأن أنا عندي اختبار قبل كده
ما بختبرش لو انا هنزل الخاصة او انا هجدد المهنية تاني من اول وجديد. طيب المدة التأمينية اللي دفعتها دهيت على الرخصة المهنية ينفع استردها؟ طبعا ما فيش حاجة اسمها استرداد. لما بتتم سن 60 بتسوي معاشك او بتستفيد بالتأمينات الاجتماعية اللي دفعتها لما كان معاك الرخصة المهنية. طيب دلوقتي انا مش عاوز الغي الرخصة المهنية بتاعتي، انا عاوز احتفظ بالرخصة المهنية واطلع مكانها او اطلع معاها رخصة خاصة. طبعا وفقا للمادة 34 من قانون المرور لا يجوز الجمع بين الرخصة المهنية والرخصة الخاصة. زي ما قلنا قبل كده، بمجرد الموظف ما بيضرب بالرقم القومي على الحاسب الآلي بيبان لحضرتك معاك رخصة قيادة مهنية، وبالتالي مش هتعرف تطلع رخصة خاصة غير لما تستغني عن الرخصة المهنية. يبقى مفيش حاجة اسمها احتفاظ بالرخصة المهنية ومعايا رخصة خاصة، أو ما ينفعش أطلع رخصة خاصة ومعايا الرخصة المهنية لسه. يبقى لازم أستغني عن الرخصة المهنية قبل ما أطلع الرخصة الخاصة. يبقى استغنى يعني ايه؟ يعني هسلم الرخصة المهنية للمرور مع شهادة مخالفات واقفل الملف بتاع التأمينات الاجتماعية الخاص بالرخصة واطلع مكانها رخصة خاصة بدون اختبار. انما ما بجمعش ما بين الرخصة المهنية والرخصة الخاصة في وقت واحد. ليه؟ لان ده مخالف لنص المادة 34 من قانون المرور. عاوز رخصة خاصة يبقى لازم تسلم الرخصة المهنية الاول. حاولنا في الفيديو ده نرد على معظم أسئلة واستفسارات حضراتكم. في انتظار المزيد والمزيد. لا تنسى الاشتراك في القناة ولا تنسونا بصالح الدعاء. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.